بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في شرح برنامج انكسكيب، البرنامج رقم 5 على صقلي كورسز. كنا شرحنا قبل كده كذا برنامج، هنقول بس بسرعة نبذة كده عن كل برنامج. أول برنامج كان سكراتش، وده برنامج لتعلم البرمجة للمبتدئين أو للأطفال. تاني برنامج كان معانا كان برنامج فيديو سكرايب، وده برنامج وايت بورد انيميشن، بتقدر تعمل بيه حاجات انيميشن على سبوره بيضاء، وبرنامج بسيط وسهل جدا. البرنامج الثالث كان موف اي في اي فيديو اديتور، وده برنامج للمونتاج وبرنامج سهل برضه كان وبسيط وكان جميل جدا. رابع برنامج كان اكتف بريزنتر، وده كان برنامج ازاي تعمل محتوى اونلاين عشان تقدر تعمل كورس كامل اونلاين. فده كان برنامج رقم 4. ده البرنامج رقم 5 وهو برنامج انكسكيب، وده برنامج له علاقه بالديزاين اكتر منه اي حاجه تانية. مبدئيا قبل ما اشرح اي حاجه، انا بشكر اي حد بيدعم باي شكل ايا كان نوع الدعم اللي انت بتقدمه. انا بقدر ده جدا ومستوعب ده جدا ومبسوط بيه جدا جدا جدا، واتمنى ان انتوا تستفيدوا من التجربه اللي انا بحاول اعملها او الفيديوهات اللي انا بحاول اقدمها. وان شاء الله في الكورس ده يعني في اخطاء كتيره جدا كنت وقعت فيها قبل كده، ان شاء الله مش هتلاقوها هنا، يعني هتلاقوا الموضوع مختلف كتير جدا. فان شاء الله تستمتعوا، ولو عندكم اي راي اي تعليق اي نصيحه يا ريت ما تبخلوش عليا بيها وتبعتوها لي عن طريق الفيسبوك، عن طريق اليوتيوب، يعني ايا كان السبيل اللي انتوا عايزين تبعتوه. ده مبدئيا برنامج انكسكيب من البرامج الحلوه جدا في التصميم. ممكن نقول كلمه التصميم وساعتها تبقى الدنيا يعني مفتوحه، يعني تصميم ايه بالظبط؟ اصلي تصميم فيه حاجات كتيره جدا، وده حقيقي يعني معاك حق. فخلينا نقول بس مبدئيا ان احنا عندنا من اشهر البرامج اللي ليها علاقه بالتصميم الفوتوشوب والالستريتور. ممكن معلومه تبقاش يعني عارفها او كنت عارفها، معرفش انه البرامج دي برامج المفروض بتدفع لها مقابل مادي عشان تشتريها، عشان كده احنا بنعمل كراك والكلام ده، وده مش طريقه صح يعني. المهم يعني ما علينا، ما تشغلش بالك بالكلام ده. فوتوشوب من البرامج اللي ليها علاقه بالتصميم، اللي بتشتغل عليها تصميم وتعمل بيها تصميمات وتعدل على صور وهكذا. والالستريتور بيستخدم في حاجه اسمها الفيكتور. فالبرنامج بتاع الانكسكيب هو بديل الالستريتور، خلاص، يعني هو نفس فكره الالستريتور، خلاص، لانه بيتعامل مع الحاجه على انها فيكتور. يعني الصوره اللي على الشمال دي اللي انت شايفها قدامك ده الراستر وده الفيكتور، خلاص. فالراستر ده ما ينفعش معاك في شغل الديزاين الدقيق قوي، وهنشوف يعني زي ايه يعني الشغل الدقيق ده. فعشان كده احنا بنقول لا، خليك في الفيكتور لما تعوز تعمل حاجه ليها علاقه بالدقه او يبقى كل حاجه واضحه فيها قوي قوي، مهما بقى صغرت كبرت في الصوره لعبت في الصوره، يعني عملت اي حاجه، لا، هي الموضوع محافظ على شكله وشكله مثالي. فعشان كده احنا بنقول ايه؟ فيكتور. طيب ماشي، ليه احنا اخترنا بقى الانكسكيب؟ الانكسكيب انا اخترته لانه برنامج اوبن سورس، واوبن سورس يعني مفتوح المصدر، يعني ملوش كراك، ملوش حاجه بتحملها عشان يعني تدخل كلمه سر عشان تعمل مش عارف ايه الحاجات اللي كنت بتعملها ممكن في الفوتوشوب او في الالستريتور او في غيرها من البرامج. فهو اوبن سورس، يعني برنامج مفتوح المصدر، انت بتقدر تحمله من اللينك اللي انا هسيبه لكم في الديسكريبشن، وخلاص يعني الموضوع ابسط مما تتخيل. فمفيش فلوس فيه، مفيش اي حاجه بتدفعها. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان الالستريتور يعني مشروح بطريقه غير طبيعيه في كم كبير جدا من الاماكن اونلاين. فانا قلت عايزين نقدم حاجه مختلفه، فجبت برنامج الانكسكيب، وده يعتبر من الاسباب الرئيسيه. الحاجه الثانيه بقى والمهمه جدا بالنسبه لي ان البرنامج ده سهل قوي قوي في التعامل. يعني الجي يو اي او الجرافيكال يوزر انترفيس، الواجهه بتاعت البرنامج سهله جدا، ما فيهاش اي نوع من انواع التعقيد، ما فيهاش حاجات كتيره كده على اليمين وعلى الشمال. لا لا، هو برنامج سهل سهل سهل، وفعلا هتلاقي انك تقدر تعمل بيه حاجات كبيره جدا جدا جدا. الناس اللي بتقول لك لا اتعلم الالستريتور اقوى والالستريتور اجمد ومش عارف ايه والكلام ده كله، معاهم حق جدا، مش هقول لك ان هم يعني غلطانين، بس فكره ان ده الكلام ده مع الديزاينر المحترفين. يعني لما انت تبقى محترف وواصل لمرحله الاحتراف، فانا بقول لك جرب الانكسكيب كمرحله او كخطوه اتعلم فيها الاساسيات بتاعه التصميم والعب في الحاجات اللي فيه، وهتلاقي قد ايه البرنامج حلو وقد ايه البرنامج قوي. وحتى بعد ما انت هتتعلم الستريتور او هتتعلم اي برنامج تاني له علاقه بالديزاين، هترجع تاني برضو للانكسكيب تستخدمه في حاجات معينه، لانه في حاجات هو قوي فيها جدا جدا جدا. فده ليه احنا قلنا انكسكيب. احنا بنستخدم البرنامج ده في ايه؟ بنعمل
لوجو ديزاين، بنعمل بيزنس كارد. ليه لوجو ديزاين؟ لانه زي ما انت بتشوف لوجو او الشعار بتاع اي شركه بتلاقيه يتحط على بانر كبير جدا على حيطه كبيره جدا وظاهر يعني بكل تفاصيله عشان معمول بالفيكتور زي ما قلنا من شويه. لو اتحط على بيزنس كارد صغير برضه يبقى ظاهر بشكله والدنيا بسيطه ولطيفه وكل الحاجات اللي فيه واضحه. لكن لو نفس الحاجه دي اتعملت ببرنامج زي الفوتوشوب هتلاقي الحاجه مبكسله. يعني ايه مبكسله؟ زي ما احنا قلنا من شويه تبقى راستر، واحنا مش عايزين ده. احنا عايزين الحاجه تبقى فيكتور، تبقى واضحه بشكلها كامل بدون اي مشاكل. الخطه اللي احنا هنشتغل عليها هو ان احنا هنتعلم اساسيات البرنامج ده، وهنبدا نعمل بيه حاجات ونشوف الحاجات اللي احنا بنعملها. اللوجو ده اللي احنا بنعمله والشكل بتاعه ازاي بيتعمل وازاي بيتصمم من البدايه للنهايه، ودي الخطوه الاولانيه. انما الخطوه الثانيه المهمه جدا بالنسبه لي هو ان احنا هناخد البرنامج لابعد من كده لو انتم عايزين. يعني انا بعد الخطوه الاولى دي انا هوقف. لو انتوا عايزين ان احنا نكمل ونعمل حاجات اكتر ابعتولي قولوا لي لا احنا مستنيين ليفل 2. لا لو الدنيا تمام وخلاص مش محتاجين حاجه يبقى ممكن ندور على برنامج تاني نشرحه. فالخطه اللي انت هتعملها هو انك هتتعلم البرنامج من خلال سلسله الفيديوهات السريعه جدا، فيديوهات قصيره قوي. وانا كنت يعني ايه مركز قوي في الموضوع ده ان الموضوع ما يبقاش ممل ويبقى بسيط وسهل جدا عليك. انا هقول لك على خطه انا عملتها ونجحت معايا وكان نجاح حلو جدا بالنسبه لي. ادخل على اي جروب على الفيسبوك بس يكون فيه ناس كتيره جدا. يعني اعتمد على ان الجروب يكون فيه ناس كتير من الاعضاء. وعلى فكره انا جربت الموضوع ده في اكتر من جروب ونجح معايا في كل الجروبات اللي عملت فيها الفكره دي. كنت بدخل على الجروب وكنت بقول يا جماعه انا هعمل 5 لوجو فور فري لأول 5 ناس هيبعتوا لي، او هختار من الناس اللي هيبعتوا لي 5. وكنت بعمل كده فعلا، بختار 5 وببدا اعمل معاهم. وعلى فكره ده بيعلمك الشغل كويس جدا جدا جدا. ليه؟ لانك بتحط تحت ضغط، تبقى معاك 5 افراد بيكلموك في نفس الوقت ومفروض ان انت بتسلمهم، فعمال بتجري في الوقت بتاعك. فاولا انت بتتعلم من الموضوع ده ازاي تتعامل مع العميل، بتاخد منهم الفيدباك، تاخد منهم رايهم فيك ايه، والديزاين اللي انت عملته حلو ولا وحش. وده الجزء الثاني. والجزء الاهم من ده كله انك بتعمل دعايه لنفسك قويه جدا على الجروب ده. فغير ان ال5 دول ممكن يبعتوا لك شغل في وقت من الاوقات، انت كمان هتكون معروف في وسط الجروب ده ان انت الراجل اللي عملت المسابقه من فتره قريبه، فهيجي لك شغل كتير من ورا الموضوع ده. فممكن تستفيد من الانكسكيب ماديا، ايوه ممكن تستفيد منه ماديا وتقدر تحقق منه مكسب مادي. يعني ده جزء مهم جدا كان لازم ان احنا نشرحه. ده الموقع الرئيسي لبرنامج انكسكيب اللي عليه البرنامج. لو اخترت هنا داونلود هتلاقي هنا عندك لو انت النظام بتاعك نظام التشغيل بتاعك لينكس او ويندوز او فاحنا هنختار ويندوز. وبعد كده هيظهر لك لو انت 32 بت او 64 بت. تعرف الكلام ده منين؟ كليك يمين على ماي كمبيوتر عندك وبروبرتيز هتعرف منها انت 32 بت ولا 64. انا 64. وبعد كده هيجي لك ان انت عايز تحمله كفورمات .exe ولا MSI ولا زيب فايل. لا احنا عايزينه .exe. هتدوس هنا. انا بشوف ان ده اسهل طريق يعني لان ده بيتحمل على طول وبيشتغل معاك على طول. هتدوس كده هيبدأ يتحمل معاك البرنامج، وبمجرد ما يتحمل معاك البرنامج هتسطبه. طريقة تسطيبه عادية جدا، برنامج بسيط ما فيهوش اي نوع من انواع التعقيد خالص خالص خالص. احنا لسه في البلان لغاية دلوقتي. وارد جدا ان حد يقول لك لا الالستريتور اقوى والالستريتور انفع وما ينفعش ان احنا نحول برنامج الانكسكيب او اللي بيطلع لنا من البرنامج الانكسكيب لإلستريتور. والحقيقه انه لا، برنامج انكسكيب الفورمات بتاع الفايل بتاعه امتدادها .svg، لكن تقدر تعمل امتدادات تانية للبرنامج بتاعك. خلينا نشوف ازاي. بمجرد ما بتفتح البرنامج وبعد ما تسطيبه بيبقى ده الشكل اللي قدامك. انا بس عايز اوريك ازاي تحول الفايل بتاعك ده لإلستريتور، علشان لو العميل طلب منك في وقت من الاوقات انه عايز السورس فايل اللي انت اشتغلت عليه وعايزه بالإلستريتور فممكن تعمل ده بكل سهولة.
خليني اعمل حاجة بسيطة سريعة جدا ونشوف ازاي ممكن نعمل ده. مش هنعمل حاجات بسيطة معقدة، خلينا دلوقتي على كده. اول حاجة هدوس فايل، ومن هنا تقدر تختار حاجات كتيرة جدا. احنا عايزين سيف از، وبعد كده هنسيف الموضوع ده ك PDF. ايوه هنسيفه ك PDF وهنقول له سيف. هيجيب لك هنا الخيارات بتاعه PDF. هتزود بس الموضوع هنا شويه، هتلاقيه الرقم ده اقل عندك، حاول تزوده علشان لو الفايل ده هيروح للطباعه فمهم جدا ان الريزوليوشن بتاعته تبقى عاليه. بعد كده تدوس اوكي، فكده اتحفظ عندك الملف ك PDF. ده الفايل اللي احنا اشتغلنا عليه كملف PDF. طيب وبعد ما احنا اشتغلنا عليه كفايل PDF استفدنا من ده ايه؟ تعال نشوف. ادي الفايل بتاعنا. لو انت وقفت عليه، وقفت على الاسم بتاعه عشان تغيره، وهنشيل كلمة PDF دي وهنخليها AI وهندوس انتر. هيقول لك عايز تغير، قول له ايوه عايز اغير، فبيتحول الكلام ده ل ادوبي إليستريتور. يعني مفيش مشكلة خالص في ان احنا نقدر نحول ده لبرنامج الإليستريتور. طبعا انا ظاهر عندي الايقونة بتاعت الإليستريتور عشان انا مسطب البرنامج عندي. لو انت مش مسطبه مش هيظهر معاك، لكن انت كده لو بعت ده للشخص اللي ادي البرنامج لما فتحناه بالإليستريتور وظهر بنفس الشكل بتاعه بدون اي مشاكل خالص. ده معناه انه مفيش مشكلة، برنامج فعلا حلو ويستاهل ان احنا نجرب عليه ونتعب عليه لحد ما نفهم كل الحاجات اللي فيه. يلا بينا نبدأ. اهلا بيكم من جديد. لما تفتح البرنامج هتلاقي البرنامج بالشكل ده. كل الايكونز الكتيره جدا اللي موجوده هنا لو انت بتعمل مع برامج ديزاين هتبقى عارف جزء كبير جدا جدا منها بالشكل حتى. يعني مثلا التي انت عارف والله التي يبقى تكست، هتلاقي نفسك ده مستطيل، ده دايره، دي مش عارف. طول الوقت قادر تقيم وتعرف الاشكال بتاعت ايه بالظبط وبنعمل بيها ايه. فلان الموضوع والحاجات كتيره جدا فاحنا هنتكلم عنهم بشكل عام وسريع دلوقتي، وبعدين نشوفهم ازاي في الحاجات اللي احنا هنعملها باذن الله. من الادوات المهمه جدا التول دي اللي بقدر اسلكت بيها او بقدر اعلم على جزء وابدا امسك الجزء ده واحركه واعمل عليه اي تعديل انا عايزه. فمثلا لو انا عامل هنا مستطيل، خلاص ادي المستطيل اهو، وانا بختار الالوان من تحت. ادي عندي جزء الالوان اهو، كل الالوان اللي انت ممكن تتخيلها موجوده. انا هنا اخترت اللون ده مثلا او اخترت اللون ده زي ما انا عايز. باجي هنا برجع للتول دي، بمجرد ما بدوس عليها انا بقدر انا دايس كليك اهو على الشكل اللي انا عامله، اقدر الف بيه واتحرك بيه واروح بيه، واقدر اضغطه زي كده واكبر حجمه واعمل كل الاتجاهات اللي انا عايزها. خلاص لو انا عايز ارسم شكل هندسي زي مستطيل او مربع ويبقى متناسق الى حد كبير، انا هدوس ديليت دلوقتي واشيل ده خالص، وهدوس هنا تاني وهدوس كنترول وشيفت مع بعض. واخد بالك ان الحجم طالع متناسق قوي مع بعضه وقادر يبقى الشكل ايه متناسق. بعد ما انت عملت كده بترجع هنا برضو زي ما قلنا تقدر انت ايه تعمل بقى تتعامل معاه بكل الاتجاهات الممكنة، وتقدر تغير كل الابعاد اللي انت عايزها فيه. انت تقدر تعمل مثلا دايره زي كده برضو، لو دوست كنترول شيفت هيعمل لك دايره مظبوطه. لو شلت ايدك من الكنترول شيفت وعملت دايره هتلاقي الدايره ايه بقت فيها مرونه شويه وما بقتش منتظمه قوي زي الدايره التانيه. خلاص انا دوس ديليت واشيلها خالص. الاداه دي بتقدر تحول الشكل اللي انت اخترته ده لنقط، وبعدين تبدا تتعامل مع كل نقطه وتتحرك بيها وتغير شكلها زي ما انت عايز. فلو انا دوست كده هنا ودوست هنا بيجيب لي النقط اللي موجوده هنا، واقدر انا اتحكم بقى في النقطه دي اهو. اقدر امشي بالنقطه دي كده، وانا كده بقدر ايه اغير الشكل بتاع دي ماسك انا النقطه اهو، واقدر اتحرك بيها واروح بيها في الاتجاهات بتاعتي زي ما انا عايز، واقدر اتحكم فيها. طبعا النقطه اللي هنا دي المسؤوله عن ايه الدايره اللي هي بتلف. شوف اهو انا بحدد الابعاد اللي انا عايزها بالظبط
الدايره. فده بالنسبه لهنا. طبعا لو انا جبت برضو هنا هلاقي نفس الحكايه، وهنشوف كمان قدام قد ايه الاداه دي مهمه جدا. زي ما انت شايف ادي اهو مستطيل اهو، بص بنلعب فيه وبنحرك فيه يعني بحريه تامه جدا. ده لو انا عايز اعمل زوم ان، وممكن تستخدم كنترول والبليه بتاعه الماوس بتاعك، تدوس كنترول وتزوم، تدخل وتدوس كنترول وترجع، تبدا تعمل كده بالكنترول، سيب ايدك خلاص كده ايه تقدر تطلع فوق وتنزل. التولز دي يعني مش مهمه قوي دلوقتي فهنسيبها، يعني مش هنتكلم عليها. بالنسبه لي الميجرمنت دي مهمه لو انت مثلا عايز جزء معين في الشكل ده تتعامل معاه، فانت ممكن تقول له انا عايز اعرف مثلا طول المسافه دي، يقول لك ده المسافه دي قد كذا، انا بعمل الحركه دي ازاي؟ الحركه دي انا بدوس على البليه لتحت، البليه بتاعه الماوس بدوس عليها لتحت وبتحرك بالاتجاهات بتاعتي. هنا هو بيقدر يحدد الزاويه، وبيقدر يروح يقول لك والله دي المسافه دي قد كذا والزاويه دي قد كذا ديجري او يعني درجه. فده مهم لو انت بتعمل مع حاجات دقيقه شويه، هيبقى مفيد بالنسبه لك. ده لو انت عايز تعمل حاجات 3 دي، وده موضوع يعني يطول شرحه، فخليه على جنب دلوقتي خالص خالص خالص، لانه موضوع كبير شويه، وممكن مش عارف اذا كان هينفع يتشرح بصراحه ولا لا في مجموعه الفيديوهات دي. بس انا بحاول بقدر الامكان في البدايه نتكلم بطريقه مبسطه شويه، بحيث ما يبقاش فيه اي تعقيد بالحاجات اللي احنا بنشرحها. من الاشكال الهندسيه هنا هتلاقي عندك هنا ده بيقول لك ان دي الاشكال الهندسيه، ودي الستار لو انت عايز تعمل النجمه بتاعتك. لو دوست على ده فانت تقدر تختار انت عايز كام كورنر. فمثلا لو انا قلت 4 فكده هيعمل لي ايه؟ شكل رباعي. لو انا اخترت 5، لو انا اخترت 6 فهيختار لي شكل سداسي. واقدر كمان العب في الراوندد، لو يعني انا عايزه يبقى راوندد ازاي. كل دي انا اقدر العب فيها. في الراندمايزد اقدر اغير الشكل كمان كده يبقى راندمايزد، يعني عشوائي شويه، مش متناسق يعني، او مش مظبوط. خلاص كل حاجه ممكن ترجعها. انا لو دوست 0 كده خلاص رجعت كل حاجه مكانها 0، ورجعت كل حاجه مكانها. اقدر اغير انا بقى دي خالص واخليه يزود زي ما انا عايز براحتي خالص. الستار نفس الحكايه بالظبط، تقدر انت تخلي 10، تقدر تخلي 20، تقدر تخلي العدد اللي انت عايزه. اهو انا بعمل اهو النجمه، واقدر بعد كده العب فيها واغير في الابعاد بتاعتها زي ما انا عايز براحتي خالص. واقدر برضو اغير في الريشيو بتاعتها هنا اهو، بص بتزيد ازاي وشكلها بيتغير كل ما بنغير الرقم ده. الراوندد نفس الحكايه، انا بقى عايز راوندد يلف بشكل عامل ازاي. زي ما انت شايف كده الشكل بقى غريب خالص. الراندمايزد نفس الفكره، انا بقى عايزه يبقى راندمايزد، يعني يبقى كل حته بتتحرك في اتجاه مختلف. ده موضوع جميل. والشيبس دي مهمه جدا 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 في الشغل، يعني لو انت بتعمل بيها حاجه هتلاقي الموضوع مهم قوي قوي قوي. التولز دي لو انت بتعمل حاجه زي السبريز دي كده، اللي هو ايه، تقعد تعمل حاجه شبه كده. شوف ادي انا ممكن نمسك دي ونلف بيها كده، ادي الشكل كده، الشكل قفل معايا. هنا ممكن ايه ارجع بيه لو انا مش عايز الاجزاء دي زي ما انا عايز، اقص منها واقدر كمان اقص من هنا زي ما انا عايز. ده يعني شكل من الاشكال اللي ممكن يكون بالنسبه لك لطيف، او تقدر تعمل بيه حاجه معينه زي ما انت عايز. ده هنا البنسل تول، ده يعني تول انا بنستخدمها، او الدرو لاينز، يعني ده بنستخدمه احنا علشان ترسم انت حاجه. مثلا انت عايز ترسم ام مثلا، خلاص انا رسمت الام، وبعدين تبدا تتحرك ترسم تاني لو انت عايز ترسم حاجه تاني، وبعدين تبدا تتعامل مع الشكل ده على انه شكل خلاص تقدر تتعامل معاه بكل الحاجات. من ضمن الحاجات برضو اللي في الاشكال عشان ما ننساهاش، ان انا لو دوست على اي شكل ضغطه تاني، يعني انا ده كده دايس عليه بالسلكت تول اللي احنا قلنا عليها، لو انا دوست تاني كده بيجيب لي هنا العلامات دي بتتغير. ده معناه ان انا ممكن اعمل روتيت، اقدر الف الشكل ده بالطريقه اللي انا عايزها الف بيها. لو انا عايزه يلف بانتظام بدوس على كنترول، وده الزرار السحري في البرنامج، يعني بدوس على كنترول وبلف، بيبدا يتحرك حركه منطقيه او حركه ثابته، يعني كذا ديجري، يعني حاجه رقم ثابت في كل لفه. فدي من الحاجات اللي مهمه جدا. انما ده بقى تولز مهمه جدا. التولز دي بترسم يعني شكل انت عايز ليه ديزاين معين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو دوست هنا مثلا كليك ودوست كنترول، خد بالك دوست كنترول وهعمل اتحرك يمين كده او شمال كده زي ما انا عايز، واخد بالك ان في دايره
او في قوس حصل، وهروح هنا برضو هعمل نفس الحركه خلاص، وهروح هنا هعمل نفس الحركه، وهنا هعمل نفس الحركه خلاص. هرجع تاني للشيب الاساسي بتاعي، دوس كليك كده، فكده ده بقى شكل انا رسمته. غير البنسل تول، البنسل تول يعني مش منتظم قوي الحاجات اللي فيها زي دي، لكن دي حاجاتها منتظمه جدا 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 ومظبوطه. ولو انت عايز تبقى الموضوع مظبوط اكتر، دوس على نقطه ودوس كنترول، هتلاقيه بقى ماشي معاك مستقيم. لو طلعت فوق سنه ودوست كنترول، هتلاقيه بيبقى اهو ماشي معاك برضو بطريقه ايه مظبوطه، بحيث لما انت تيجي تلف او تروح في اي اتجاه تبقى انت ماشي مظبوط. انا كده دايس على كنترول، انا ما سبتش كنترول من ايدي، فهو ماشي بانتظام. المهم ان انت في الاخر ترجع تاني لنفس الايه النقطه. لو انت مش عايز ترجع لنفس النقطه، عايز تعمل خط بس، فبتدوس على النقطه اللي انت عايزها. لو انت عايز كده مثلا كده، وعايز خلاص انت اخرك هنا، فبتدوس عليها دبل كليك فخلاص، او ضغطتين يعني، فكده خلاص هو اتعمل الشكل اللي انت عمل. وتقدر تعمل عليه بقى كل الاشكال، تقدر تغير لونه وتقدر تتعامل معاه بشكل عادي جدا جدا جدا. من الادوات برضو اللطيفه الدرو دي بتعمل برش او بتعمل رسم. يعني مثلا لو انا عملت حاجات كده اهو، شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ ده طريقه مختلفه جدا. ولو انت دوست هنا هتلاقي فيه اختيارات في التيب بن دي، بتعمل لك حاجه شبه كده اهو. في حاجه تانية هنا اسمها الماركر اهو، بص خد بالك الشكل هنا مختلف خالص عن دي. في حاجه تانية هنا اسمها البرش اهو، كانها عامله زي برش بالظبط خلاص. في ويجلي اهي، بص الشكل مختلف تماما. بحاول ارسم نفس الشكل عشان تبقى انت قادر تشوف. دي شكل تاني خالص مختلف خالص. دي شكل الاخير بص عامل ازاي. فانت عندك كل الاشكال اللي موجوده. لو دوست كنترول بالبليه بتاعه الماوس هيرجع كده، فتقدر تشوف كل الشغل اللي احنا عملناه. هنا الاي دي تكست. لو انا عايز تكتب نص، انا ادوس كنترول والعلامه عشان ازوم بس شويه. ممكن تكتب اي حاجه. وهنا انا الخط لو خدت بالك هتلاقيه صغير، فاحنا مش شايفينه قوي، فانا هدوس هنا على السلكت وهدوس كنترول وشيفت وهكبر الخط شويه. ادي الخط اهو، وهدوس عليه ضغطتين، فكده انا ايه اقدر من هنا اغير الخط ده واختار الخط اللي مناسب بالنسبه لي. شوف انت الخط اللي انت عايزه. عادي مثلا الخط ده انا هختاره. تقدر تختار لو الخط ليه اكتر من شكل، تقدر تختار ليه البولد والنورمال وهكذا. تقدر انت تختار حجم الخط اللي انت عايزه زي ما انت عايز براحتك. ده لو انت هنا بتكتب تكست وتحتيه في تكست، فانت عايز تزود المساحه اللي ما بينهم. وهنا احنا عايزين نخلي دي زيرو عشان دي المسافات اللي ما بين الحروف. لو دوسنا انتر هتبقى كده ايه المسافات قلت. نرجع تاني ندوس على السلكت، ونرجع تاني ندوس على كنترول والسكرول بتاعت الماوس، وتقدر تتحرك بالجزء ده وتحطه في اي حته انت عايز تحطه فيها. انا بعمل الحركه دي ازاي؟ زي ما قلنا انا بدوس على البليه وبالف براحتي بالشكل، اي شكل من الاشكال. هنا ده يعني حاجه زي السبراي كده. لو انت خدت اهو، فانا عملت اخر مره التكست، فانا بمجرد ما بدوس بيعمل لي التكست ده اكتر مره. لو عايز ارجع بدوس كنترول زد بيرجع تاني. فلو انا دايس هنا مثلا خلاص ودوست على السبراي، هيكرر لي كل مره هدوس ضغطه هيكرر لي الحاجه اللي انا اخترتها دي او اللي انا علمت عليها. وده طبعا اداه مشهوره جدا اللي هي اداه الرسم الاستيكه خلاص، اللي انا يعني بشيل منها جزء معين من الشكل على حسب ما انا عايز. دي تقريبا كل يعني التولز. لكن خد بالك انه احنا ما شرحناش الموضوع بتعمق، احنا بس بنقول كل الحاجات البسيطه. كنترول ايه اعلم عليهم كلهم ودوس ديليت كده، انا شلت كل حاجه. مهم تعرف الالوان. دي الالوان بتاعتك كلها هنا، وتقدر تتعامل معاها باريحيه شديده للغايه. من الحاجات المهمه جدا اللي هنخليها ونثبتها بعد كده، ان انت لازم يبقى عندك الحاجات بقى اللي ايه اللي احنا بنمانج بيها او بندير بيها الدنيا. يعني مثلا هنا في عندك حاجه اسمها الايه الفايل اند ستروك. لو دوست كده هتتفتح لك هنا. يعني مثلا انا عامل كده مثلا مستطيل، فتقدر من خلال هنا تقدر تختار اللون وتقدر تتحكم فيه بكل يعني اريحيه زي ما انت عايز. هتلاقي طبعا يعني تدريجات والوان ويعني كل اللي انت عايزه هتلاقيه هنا
تقدر تختار اللون المفضل ليك بالنسبة لك، وتقدر تلعب في التدريجات دي براحتك خالص خالص خالص، وتقدر تتحكم في الموضوع ده يعني بكامل الحرية. تقدر كمان تغير، تخليه زي ايه، جزء فاتح وجزء غامق. تغير برضو، عندك اشكال مختلفة جدا تقدر تلعب فيها. من هنا مثلا لو جينا عملنا هنا كده جزء كده او شكل، تقدر من هنا من الفيل دي تتحكم في اللون اللي انت عايزه للجزء ده. خلاص انا بقدر اختار اللون بتاعي اللي انا عايز اختاره هنا زي ما انا عايز، واقدر من الستروك بينت هنا اختار لون الاطار الخارجي بقى بتاع الشكل. يعني انا عايز الاطار ده يبقى من بره، اللون اللي من بره عامل ازاي زي ما انا عايزه. مثلا اخترت اللون ده، واقدر كمان اتحكم في الحجم بتاعه. يعني مثلا هنا اخترت البيكسل، واخترت هنا 7، ممكن مثلا نخليها 25 مثلا، عايز بس اوريها لك شكلها عامل ازاي. فكده انا اخترت الايه، الشكل بتاع جزء اهو. فكده ده هيبقى اللي من بره، وده اللي هيبقى من جوه، وتقدر تتحكم فيه طبعا وتعمل اللي انت عايزه. فده جزء الايه، فايل اند ستروك. ده مهم جدا ان هو يبقى موجود ومفتوح طول الوقت جنبك كده، عشان تقدر ايه، تتعامل بيه وتتحكم. كل الحاجات اللي فيه ما بتشتغلش غير لما، او بيقول لك نو اوبجكت، انت مش دايس على حاجه، مجرد ما بتدوس بيبدا الحاجات تتفتح لك وتبدا تتعامل معاها. كمان هنحتاج ايه، الالاين او المحاذاه. دي مهمه جدا جدا جدا، انه مثلا لو انا عامل شكل، يعني مثلا لو انا الشكل اللي انا عامله ده، دوست كنترول، دوست كليك يمين، دوست دبليكيت يعني اعمل نسخه ثانيه من الشكل ده. خلاص وشدتها كده مثلا. فانا عايز الجزء ده والجزء ده الاثنين يبقوا بنفس المحاذاه، يعني بنفس المستوى بالظبط. فانا هدوس على الاولاني وادوس شيفت، ادوس على الثاني كده، هو علم على الاثنين. وبعدين هدوس هنا مثلا الالاين ده بيعمل الاين سنتر. لو انا دوست كده هم بقوا سنتر، لا مش عايز دي، عايز دي. كده بقوا فعلا وش بعض او نفس المحاذاه. لو انا عايز مثلا ادوس هنا على ده، وادوس تاني دوسه تاني عشان اعمل روتيت ليه والفه كده. وعايز بعد كده اخد ده واحطه فوق ده او تحت ده، فهدوس هنا شيفت وهدوس هنا اللي في النص، فبقوا هما الاثنين ايه، فوق بعض. دوس كنترول زد وارجع تاني. لو انا عايز العكس، لو انا عايز مش ده اللي يبقى فوق ده، يعني يبقى اللي بيحصل، فبدوس هنا لاست سيلكتد، يعني بقول له امشي مع التاني مش مع الاولاني. ادي اهو، فبقوا كده هما الاثنين ايه، فوق بعض او تحت بعض. تقدر تتحكم في الالاين طبعا براحتك خالص. يعني مثلا لو انا الجزء ده عايزه هو اللي من تحت، هنا دي العلامات اللي ممكن تقدر تعمل بيها الكلام ده. لو انا اخترت مثلا lower selection to bottom، يعني انزل تحت، فكده اهو نزل تحت. ولو في اكتر من حاجه ورا بعض هتستخدم دي هتخليه ينزل خطوه وبعدين ينزل خطوه تاني وهكذا. عايز يطلع خطوه واحده فانا اختار كده، عايز يطلع كل الخطوات ويبقى هو اللي فوق فاختار دي. فادي كده انا الشكل بتاعي عملته. ممكن انا اعلم على الاولاني وادوس شيفت واعلم على الثاني واقول له خليكم ايه، جروب واحد، بحيث لما اجي ادوس ابقى انا بحرك الاثنين مع بعض، شكلين مع بعض. عايز افك الموضوع ده بدوس ان جروب وبخلي الشكل ده لوحده والشكل ده لوحده. فخلينا يعني كل الحاجات دي ثابته ومش هنغير فيها. لو دوسنا من هنا فايل سيف از، هيجي لي هنا المكان اللي انا عايز احط فيه الفايل بتاعي. انا الامتداد اللي احنا بنشتغل عليه على البرنامج ده SVG. طبعا يعني امتداد، انت لما تفتح صوره بتلاقي اسم الصوره وجنبيه دوت JPG مثلا، يبقى ده الامتداد بتاع الصوره. لو فيديو مثلا بتلاقي دوت AVI او دوت MP4، يبقى ده الامتداد بتاع الفيديو وهكذا. فالبرنامج ده الامتداد بتاعه دوت SVG. خلاص. طيب في حاجات تانية، طبعا في حاجات تانية كتيرة جدا ممكن تتعامل معاها. يعني ممكن تسيف الشغل بتاعك كPDF، فايل PDF عادي جدا، كBNG كصورة. خلاص. كحاجة اسمها PS، ده مش فوتوشوب، خلاص ده حاجة اسمها بوست سكريبت. وEBS هتلاقي حاجات كتيرة جدا ممكن تسيف بيها الشغل بتاعك. وكل حاجة من الحاجات دي ليها لازمة في حاجة معينة او في مكان معين على حسب الحاجة اللي انت بتشتغل عليها او اللي انت خلاص. ده لو احنا عايزين نسيف الفايل ده بحيث نقدر نعمل عليه تعديل في اي وقت تاني. كمان تقدر من فايل تختار اكسبورت BNG ايمج. لو دوسنا عليها هتتفتح لنا ايقونه، هتتفتح مؤاخذه هتتفتح لنا ايقونه هنا جنب الايه، الفايل والالاين. خلاص. دي بيقول لك ايه بقى، بيقول لك انت عايز تعمل اكسبورت لايه بالظبط، للبيج، للصفحه. الصفحه اللي هي فين، اللي هي هنا اهو اهي. الصفحه دي احنا بنحدد ابعادها، هنشوف بنحدد ابعادها ازاي. ولا انت عايز تعمل اكسبورت للدروينج، للرسم اللي انت رسمته، ولا للسلكشن، العلامه، الجزء اللي انت معلم عليه، ولا عايز تعمل كاستم، عايز حاجه معينه انت عايز تختارها. من هنا تقدر تختار الويدث والهايت وهكذا. فلو انا قلت سيلكشن وقلت اكسبورت از، فكده انا هحفظ ده كصوره، اقدر الصوره دي اتعامل بيها، ابعتها لحد، يعني كل الحاجات براحتي.
طيب منين بقى بنتحكم في الجزء ده؟ ده هنا المكان اللي المفروض ان احنا ايه نرسم فيه. لو احنا عايزين نلتزم يعني ونرسم في البيج عشان لما نيجي نعمل اكسبورت نعمل اكسبورت للبيج، لكن ساعات بيبقى اللوجو مثلا يعني مش على قد المساحه دي مثلا، فاحنا ممكن نعمل المساحه اللي احنا عايزينها. طب ازاي؟ في عندنا هنا فايل، في عندنا هنا حاجه اسمها دوكيمنت بروبرتيز. خلاص لو دوسنا هنا بيجي لك بقى البروبرتيز بتاعتك كلها. من هنا تقدر تختار الديسبلاي يونت لو انت عايز تشتغل باليونت، يعني الوحده اللي انت تشتغل بيها تبقى بالمليمتر ولا ايا كان، يعني البكسل هي من احسن الحاجات اللي انت ممكن تتعامل معاها. هنا ممكن تخلي الورقه بتاعتك A4، ممكن تخليها حاجات كتيره جدا 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 اهو. ممكن انت تختار، شوف الحاجه اللي انت عايز تعملها المقاس بتاعها ايه وتختار الديزاين بتاعها. ولو انت الحاجه اللي انت عايز تعملها مش موجوده، مثلا انت عايز تعمل ايكون ممكن اهو، عايز تعمل بانر، عايز تعمل زي ما انت عايز تعمل بيزنس كارد، كل الحاجات هتلاقيها ايه الابعاد بتاعتها موجوده. ولو انت عايز تعمل لا ابعاد معينه انت عايز تعملها فمفيش مشكله، انت تقدر تختار الويدث والهايت اللي انت عايزهم، واليونت زي ما احنا قلنا بيكسل، او تخليها بورتريت لاندسكيب اهو. بورتريت لو انت خدت بالك اهو بقت كده، لاندسكيب بقت كده، يعني ده بالطول وبالعرض. تقدر تختار انت الحجم اللي انت عايزه هنا والحجم اللي انت عايزه هنا زي ما احنا عايزين. ده هنا التشيك بورد باك جراوند، لو انت عايز الباك جراوند تبقى ظاهره، مش شايف ليها لازمه بصراحه. لو انت مش عايز يبان ده، يعني انت مش عايز الموضوع ده مضايقك او مش مخليك عارف تشتغل، ممكن تقول تلغي دي، فكده ايه لغى البوردر اللي موجود من بره خلاص. وممكن كمان تلغي البيج بوردر نفسه كده اتلغى خالص، وتشتغل براحتك خالص خالص خالص. ممكن والله انت عارف مثلا اللوجو اللي انت عايز تعمله 800 بكسل في 800 بكسل مثلا يعني، فانا هعمل اي شكل كده عادي وخلاص. وبعدين هاجي هنا الاقي الويدث اهي، هقول اكتب 800 وادوس انتر، وهاجي هنا اكتب 800 وادوس انتر، فكده بقى هو 800 في 800 اللي هو الويدث بتاعه، والهايت الويدث اللي هو ايه اللي هو الجزء ده هنا لهنا، والهايت اللي هو من هنا لهنا الارتفاع والويدث. تمام. لو انا دوست كده مثلا وبصيت على الويدث كده، خلي عينك هنا وحركت مثلا يمين اهو، ابتدى الويدث ايه يتغير معايا، الهايت ثابت ما بيتغيرش. ولو انا هنا مسكت هنا وعملت اتحركت كده، الهايت هو اللي بيتحرك والويت ثابت. الاكس والواي ده يعني انت فين من الصف. الاكس ده يعني تقدر تقول الابعاد، لو انت ليك علاقه بالرياضيات او باي حاجه تقدر تحدد يعني او تعرف ان في حاجه اسمها الاكس دايمنشن والواي دايمنشن عشان ترسم اي حاجه في بعد افقي وبعد راسي. بس يعني مش مهمين قوي، ما تشغلش بالك بيهم قوي او ما تديش الموضوع يعني اكبر من حجمه. فكده انا مثلا هنا خلاص انا عايز يا عم خلاص 800 وعايز هنا كمان 800، فتمام. ممكن تعمل هنا ايه لوكت، بحيث الحاجه دي تبقى ايه ثابته ما تتغيرش عشان تقدر تتعامل بيها براحتك. خلاص وكده انت عملت الحاجه دي. بعد ما تخلص ممكن تعمل كده، تعلم على كل الحاجات اللي انت عملتها من جوه وتقول له اكسبورت از، وتحط الصوره بتاعتك في المكان اللي انت عايزه بالاسم اللي انت عايزه. مثلا نكتب هنا نيو مثلا، خلاص سيف اكسبورت، فكده الصوره اتحفظت. لو طلعنا هنا هلاقي الصوره هنا افتحها كده، الصوره اللي احنا عملناها اهي موجوده وتقدر انت تشوفها وتقدر تبعتها كفايل. ده كده تقريبا اغلب الحاجات اللي يعني نقدر نقول عليها بيزكس جوه البرنامج. حبيت اديك اوفر فيو كده سريع عن البرنامج وعن كل الحاجات اللي موجوده في البرنامج. بس شكرا جزيلا، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده ومواضيع مهمه جدا 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 انتظروها باذن الله. اهلا بيكم وفيديو جديد عن برنامج الانكسكيب. خلينا نعمل حاجه كده ونشوف تاثير الحاجات اللي احنا ممكن نعملها دي. لو احنا مثلا عملنا شكلين مثلا هنا، اول ما بتدوس عليها بيجي لك الفورس. انت بص شايف حجم الدايره شكله عامل ازاي والويدث بتاعك عامل ازاي. فاحنا ممكن نصغر الويدث شويه عشان نقدر نشوف التاثير بتاع الحاجه دي. المود ده من شكله كده تقدر تحس ان هو ايه بيعمل موف للاوبجكت زي فكره السلكت بالظبط. يعني انت بتمسك كده تقدر تحركها لتحت، وده يعني موف برضو الاوبجكت او الشكل او الشيب يعني بتاعنا، بس في ايه في اتجاهات مختلفه. يعني كل ما تيجي تحركه هتلاقيه بيروح معاك في اتجاه يعني مش ثابت. خلاص كل حاجه من الحاجات دي ليها ايه الاستخدام بتاعها وليها الفايده اللي انت ممكن تستخدمها. فدي تول يعني مهمه ممكن تعمل بيها حاجات كتير، فاحنا ما كناش قلناها فدلوقتي دينا ايه بنقولها. مهم جدا كمان التعامل مع الحاجات اللي فوق، وطبعا هتلاقي
حاجات كتير منها احنا جبناها حوالينا هنا عشان نقدر نخليها موجودة معانا طول الوقت. يعني مثلا الايديت هتلاقي فيه عندك الدوبليكيت اللي احنا كنا استخدمناها، وممكن تدوس كنترول دي على الاوبجكت فيعمل له دوبليكيت. يعني انا لو واقف على الاوبجكت ده مثلا دوست كنترول دي، فكده هو عمل نسخة تانية من الايه النسخة دي. ممكن كمان تلاقي عندك الكات طبعا لو انت عايز تشيله، لو انت عايز تعمل كوبي بيست، كل الحاجات دي. الاندو طبعا، الاندو يعني انا مثلا هنا عملت ده، يعني انا لو دوست كنترول زد هيروح يرجع خطوة من اخر خطوه هو عملها. اخر خطوه كانت ان ده فوق ده، فلو انا دوست كنترول زد كده رجع هو مكانه، لو دوست كنترول زد تاني كده ايه راح اتشال خالص بقى، مفيش غير واحد بس هنا. من هنا تقدر تعمل الكلام ده، ممكن تدوس من هنا، وممكن كنترول زد على طول لو انت ايه حافظ الحاجات دي. طبعا حفظها هيبقى بالنسبه لك مهم، يعني خليك مستوعب ده كويس جدا. الحاجات اللي هي من الجنب هنا مهمة ان انت تبقى عارفها يعني. من الحاجات كمان اللي ما اتكلمناش عليها هو الجزء بتاع الباث. تمام، الجزء ده جزء مهم جدا، وفيه يعني حاجات كتيرة جدا مختلفة، وهتلاقي تأثيرها معانا واضح جدا. الجزء بتاع الايديت منه حاجات كتير احنا قلناها، ان انت تعمل دوبليكيت او تعمل شكل تاني تعيده وتعمله، تعمل واحد زيه تاني، يعني كنترول دي. الفيو انت بتختار الحاجات اللي انت عايزها والحاجات اللي انت مش عايزها. اللاير لو انت بتتعامل مع اكتر من لاير. الاوبجكت لو انت بتتعامل مع اوبجكت والتاثيرات بتاعته، الروتيت وازاي تعمله الاين، يعني كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها. التكست لو انت بتتعامل مع نص وبرده ليه حاجات. الفلترز دي يعني ادوات جاهزه وسهله بتقدر تعمل تاثيرها انت. يعني مثلا لو انا عملت جزء زي كده وقلت له فلتر واخترت له اي فلتر، بيعمل لك التاثير بتاع الاختيار اللي انت اخترته. فطبعا هتلاقي كم من التاثيرات كتيره جدا 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 ممكن تعملها. الاكستنشن لو انت بتتكلم بقى ان انت عايز تعمل امتداد لحاجه، يعني بلاك اند وايت مش عارف ايه، يعني انت بتقدر تتحكم في الاكسبورت بتاعك، ان انت عايز تعمل اكسبورت بشكل معين مختلف عن الاكسبورت اللي موجود في البرنامج. الهيلب ده لو احنا بنتكلم على المعلومات اللي انت ممكن تجيبها من البرنامج. الشرح المختلف الكتير جدا اللي موجود في البرنامج لانه اوبن سورس، الموضوع بالنسبه لك هيبقى سهل جدا ان شاء الله. نيجي بقى للحته بتاعت الباص. الحته بتاعت الباص دي مهمه جدا جدا جدا. فكره الاوبجكت وباث ده، يعني انا بحول الشكل ده او التكست النص لاوبجكت، فالاوبجكت ده خلاص بيبقى يعني مسار. بمعنى ايه؟ يعني انا جيت مثلا هنا كده وكتبت هنا كلمه تكست مثلا، خلاص ادوس هنا برضو زي ما قلنا ايدك على كنترول وشيفت، وبعدين هكبر هنا، خلاص ادي بقى التكست معايا. لو انا التكست ده قلت له باص اوبجكت وباص، فكده تحول من تكست الى اوبجكت، بمعنى ان ده مش هينفع اغيره. لو خدت بالك هتلاقي ان لما احنا كنا عاملين تكست ما كانش بينفع تدوس على جزء معين زي ما انا بعمل دلوقتي. كنت بتعامل معاهم كلهم على انهم نص، على انهم كلهم واحده واحده، لكن دلوقتي انا بمسك كل جزء وبتعامل معاه. مش كده وبس، لو انا مثلا مسكت حرف التي ده مثلا كده وشديته كده لوحده، هيجي معايا مثلا هنا اهو، ورحت جايب جزء كده اهو، خلاص اهو مثلا، وادوس على الاولاني وهدوس على الحرف بتاع التي، خلاص حرف التي ما بقاش حرف تي، هو بقى اوبجكت خلاص، عشان بس تبقى انت قادر تفهم اللي بيحصل ايه. دوس على باص وبعدين ادوس على يونيون. ايه بقى بيعمل ده؟ بيخلي الاثنين جزء واحد. يعني لو دوست كده بقت دي شكل حرف الايه التي. طب تعالى نرجع تاني. لو انا دوست على الاثنين ودوست باص ودوست ديفرنت، فكده بيجيب الفرق ما بين الشكلين كانه بيطرحهم من بعض، فادي الديفرنت اهو قسم الاثنين من بعض. نفس الفكره بقى الانترسكشن بيجيب، او بص الصوره اللي على الشمال دي هتقدر تفهمك. الانترسكشن ده هو الجزء الايه اللي ما بين الاثنين. الاكسكلوجن ده لم يعني كانه بيعمل دمج ويسيب الفرق اللي ما بين الاثنين. الديفيجن ده بيعمل يعني زي كأن فكرة القسمة كده، بيقسم الشكلين على بعض. كات باس بيقطع المسارات. الكومباين ده بيخلي الاثنين شكل واحد زي يونيون بالظبط، لكن كل واحد محافظ على شكله وبدون ما يتعرض للتاني باي شكل. بريك ابارت لو انا دوست عليها دلوقتي هتلاقي ان كل جزء في الحرف بتاع التي بقى في حته لوحده. يعني الجزء ده بقى لوحده، الجزء ده بقى لوحده، الجزء ده بقى لوحده، الجزء ده بقى لوحده، الجزء ده بقى لوحده. متخيل حرف التي اللي هو اصلا حرف؟ طبعا الجزء ده مش هينفع عشان ده يعني جزء من ده. الجزء بتاع الباص ده هتلاقي فيه حاجات كتيره جدا ممكن تستخدمها، ومع الوقت هتبدا تدرك الموضوع بشكل افضل يعني.
فان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنعمل بقى حاجات شكلها احسن شويه بعد ما اتعلمنا كل الحاجات اللي موجوده في البرنامج. ان شاء الله تكونوا استفدتوا كويس. لو انت لسه مش قادر تقف على رجليك حاول ترجع تشوف الفيديوهات تاني وتسمعهم تاني، عشان الاجزاء اللي جايه يعني ايه ممكن تكون يعني اصعب سنه من اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. بس شكرا جزيلا. خلينا نجرب نعمل شكل من الاشكال البسيطه خالص لفكره اللوجو ديزاين. فلو انا جيت هنا وقفت على الاي ودوست اللوجو يعني ودي يبقى لوجو ديزاين مثلا كده اهو. وممكن من هنا اغير الخط، لو انا عملت كده يجيب لي الخطوط كلها اللي انا ممكن اشتغل عليها. ممكن اشتغل على الاريال مثلا خلاص، واختار من هنا البولد، اختار الحاجه اللي انا عايزها مثلا اختار هيفي خلاص، اختار الحجم بتاع الخط اللي انا عايزه. وممكن من هنا اخلي دي زيرو علشان اخلي مفيش مسافه بين الاثنين، خليهم قريبين لبعض. واجي من تحت كده هنا اكتب ايه لوجو ديزاين. ماشي دوس كده هنا ازوم شويه بس عشان اقدر اشوف، وهكبر ده كده شويه ادي كده لوجو ديزاين. ممكن ده نكبره شويه. طبعا الموضوع يعني زي ما انت عايز او زي ما انت شايف الموضوع بالنسبه لك براحتك. طيب ادي كده يعني لوجو ديزاين ده يعني عايز اقول يعني ابسط حاجه ممكن تعملها انك تقدر تعمل شكل كده وتحط من تحتيه الحاجه الاسم بتاعه. وممكن تيجي تحت الاسم كمان تروح كاتب هنا الايه السلوجان من تحت. ويفضل ان السلوجان ده ما يبقاش بخط كبير، يعني المفروض ان هو يبقى بخط اصغر من الخط ده. يعني لو انت هنا مثلا نشوف كده انت استخدمت خط كان 28 مثلا، يبقى ده المفروض يكون اقل شويه من ال 28 مثلا، خليه 12. تقول لي هو صغير قوي، اقول لك مش مشكله. وطبعا بس اهم حاجه يكون واضح، يعني اكيد ان هو يكون واضح ده مهم يعني. وممكن نختار له اي حاجه، اي خط يعني احنا عايزين نختاره. وممكن نخليه مثلا بالرصاصي كده بحيث يبقى ايه يعني شكله مظبوط. طيب عشان برضو يبقى الدنيا مظبوطه كويس جدا هندوس على الشكل ده كله شكل واحد، وهنا ده برضو جزء واحد وده جزء واحد. طيب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اعمل محاذاه ما بين الحاجات وبعضها. فلو انا دوست على الاولاني ودوست على التاني وجيت عند الاين وقلت له اعمل السنتر هوريزونتال ودوست كده، فبقى ده وفوقيه ده. لا انا مش عايز كده، كنترول زد ارجع تاني. انا عايز ده يعمل سنتر فيرتيكال. يعني ايه سنتر فيرتيكال؟ يعني يبقوا ده في نص بالظبط ده. وممكن اجي اعمل نفس القصه هنا خلاص، اعمل مع ده ومع ده واقول له سنتر، يبقى هو ده هيبقى كده في النص بالنسبه لده. طبعا ممكن انت تيجي تعمل حاجه تلاقي دي مش مظبوطه معاك، خلي بالك هنا انت ريليتيف لمين، يعني انت بتختار ده وده الاولاني وده التاني خلاص، وبتقول له كده. فهو بيظبط على اساس الاختيار اللي انت اخترته. انت اخترت مع اللاست سيلكتد، يبقى هو هيمشي مع الشكل التاني. يعني لو انا عامل مثلا ده كده خلاص وده كده، وانا ده هيبقى بالنسبه لي اللاست سيلكتد. لو انا دوست كده ودوست على ده كده وقلت له كده، بص عامل ايه، ثبت ده وحرك ده تمام. هو ده المقصود. نرجع تاني كنترول زد كنترول زد، فيبقى دي كده ايه رجعت. فده يعني ابسط الحاجات اللي انت ايه ممكن تتعامل بيها. وممكن تيجي على السلوجان ده تخلي الدنيا هنا ايه اصغر شويه من الكلام ده، مثلا نخليها 3 فبقت كده ايه لطيفه. ممكن برضو نرجع بقى ايه نعملها تاني. يبقى هندوس على السلوجان وندوس على هنا اللوجو ديزاين نظبطها بحيث تبقى ايه في النص كده خلاص. ممكن تظبط بقى تخلي مثلا بداية حرف ال هنا مع بداية حرف ال هنا، ونهاية حرف ال هنا مع نهاية حرف الدي هنا، بحيث يبقى الدنيا متناسقة. وممكن نعمل أشكال تانية في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله. طيب أنا هعمل إيه هنا؟ أنا هاخد الجزء اللي أنا عملته ده كله أهو زي ما هو، أعلم عليه كله وأقول كنترول دي اللي هو بيعمل دبليكيت خلاص، وهدوس على كنترول، هفضل دايس على كنترول، ايدي مش هتتشال من عليه، وهبدا اسحب عشان يمشي في نفس الايه في نفس المسار الافقي اللي انا ماشي عليه. وابدا اعمل بقى حاجه جديده هنا. نعمل ايه مثلا جديد؟ ممكن اجي على ال والدي واعمل الباس واوبجكت تو باس. فكده بقى عندي ده حرف الدي جزء وحرف ال جزء. هزوم شويه معلش، وهقول اشد كده حرف ال لحد ما يجي هنا، ويشد حرف الدي لحد ما يجي هنا. ويبقى كده ايه شكل من جديد للوجو
ديزاين. وممكن انا اصغر دي شويه عشان هي فعلا كبيره، خليها مثلا 10 او خليها 15. حلو كده. واجي هنا اروح شادد حرف الان كده، اخليه شويه هنا مثلا. عايز بقى اعمل تناسق، يعني عايز الدنيا تبقى مظبوطه، فانا ممكن ادوس على حرف ال وعلى كلمه اللوجو ديزاين واقول له امشي مع الالاين ليفت اهو، الاين ليفت ايدجز. فكده هما الاثنين هيبقوا مع بعض هنا في الالاين ده. وممكن هنا برضو اجي اعمل مع دي ومع ده واقول له الاين مع الرايت، فكده هيبقى هو بدايه الجزء ده مع بدايه الحرف الان اللي هنا. وممكن ارجع اجيب السلوجان اخليها في النص، لا مش كده، خليها كده، خليها هنا ايه تبقى في النص مثلا. فدي ايه، دي فكره. ممكن نشوف فكره تانية في الفيديو اللي جاي باذن الله. تعالى ناخد الجزء ده زي ما هو وندوس كنترول دي، نشد كده الجزء بتاعنا. تعالى نعمل فكره جديده فيه. ممكن انا دلوقتي عندي حرف الدي ده ممكن اتعامل معاه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن اجي على الحرف بتاع دي واشده كده، احطه هنا مثلا عشان يظهر لك العلامه الاكس اللي ظهرت دي اول ما انا جيت اهي، اللي هي دي. لازم تكون مفعل الجزء ده، يعني لازم تكون دايس هنا سناب كابس دي بتقرب النود لبعضها او بتخلي النود واصله لبعضها. فكده اللوجو ديزاين كده ممكن يتعمل بالشكل ده. وساعتها ممكن ان انت تظبط الدنيا، يعني تخلي مثلا اللوجو ديزاين يبقى اصغر شويه. ممكن مثلا نخليه 10 بحيث يبقى يعني دي متناسق شويه مع الان. خلاص. ونعمل نفس الكلام مع السلوجان. لا مش عايز كده، لا برضو مش عايز كده، يبقى انا اخلي مع الفيرست، يبقى هو كده ايه اتظبط. خلاص. الموضوع مع الوقت هيجي معاك، هتفهم يعني انا ليه بختار هنا فيرست وليه سيلكتد. هو الفكره ان انت بتكليك على مين الاول. خلاص. فبتدوس على مين فيهم الاول. ممكن نعمل فكره جديده. ممكن ناخد الجزء ده كده زي ما هو، كنترول دي، وهسحبه هنا مثلا، وبالماوس بالبليه بتاعت الماوس هعمل كده وادخل ازوم عليه. واجي مثلا الجزء بتاع الحرف بتاع الدي ده انا عايزه يبقى ايه جوه حرف ال، يعني مثلا يبقى كده اهو. بس انت لو خدت بالك هتلاقي ان في يعني ايه جزء كده مش مظبوط هنا، فده ممكن نعدله. لو انا جيت مسكت حرف الدي ده وزقيته لتحت شويه مش هينفع عشان موضوع الكابس اللي احنا عاملينه. طب اعمل ايه؟ هتلغي الكابس دي مؤقتا وتروح جاي هنا مزوم خالص عشان تقدر تشوف بالظبط، وتشد بالراحه خالص لحد ما يحصل التناسق اللي انت بتدور عليه. فكده بقت ال وبقت الدي، وترجع تعدل هنا عشان يحصل برضو التناسق. او لو مش عايز تعدل وعايز تخليه زي ما هو مفيش مشكلة على فكرة. ممكن ده يبقى وحدة وده يبقى وحدة، وتعمل الالاين كده بحيث يبقوا في النص، وتعمل ده برضو ده وتعمل الالاين بحيث يبقى ايه في النص. ممكن كمان نعمل فكرة تاني. لو دوسنا كده كنترول دي شديت كده خلاص. انا بحاول بس اطلع معاك افكار عشان اقول لك ان الموضوع فيه افكار كتير. وخد بالك انا ما غيرتش خطوط، ما لعبتش في اي حاجه، يعني كل حاجه زي ما هي. فممكن نيجي نزوم كده هنا شويه ونمسك حرف الدي ونشده كده 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 كده، فنلاقي ان هم لما يتحطوا على بعض هيبقى الدي كده والال كده. فلو ادينا للدي لون وادينا للال لون تاني مثلا، فكأن يعني الدي ال دي جزء من الدي، ممكن عشان نظهرها شوية بس ناخدها كده سنة بسيطة. فكده تبقى ال ايه، يعني هو شبه ده شوية بس لما خد لون الموضوع اختلف تماما. هو محتاج شوية تعديل مني انه بحيث يحصل تناسق ما بينهم وبين بعض. ولو خدت بالك هتلاقي في جزء هنا اخضر انا مش عايزه يظهر، فده انا خلاص بقى اوبجكت بالنسبة لي. وهنا النود اللي احنا كنا اتكلمنا عليها او ان هو بيعمل ايديت للباص، فانا ممكن ازوم شويه وامسك الجزء ده واخبيه من ورا بحيث يبقى ايه مش ظاهر في اللوجو بتاعي. كده بقت ال وادي ال دي كده برضو. لو دوست شيفت ودوست على التاني ممكن اخليهم جروب عشان اقدر اتحرك بيهم براحتي جدا جدا جدا. فكده ده شكل من الاشكال. ممكن كمان اخد الجزء كنترول دي واحطه كده. طيب خلينا نلعب في الحته بتاعه الديفرنت اللي احنا كنا اتكلمنا فيها. لو انا مثلا عملت كده، انا طبعا انا مش عايز الاطار الخارجي يبقى كده كبير قوي، فهدوس شيفت وهدوس على علامه الاكس. خلاص. فبيلغي الاطار الخارجي من هنا. وممكن
اروح على فايل ستروك، خلاص ارجع تاني بس كنترول زد اهو، انا كده عندي الجزء ده، وادوس على علامه الاكس دي وانا واقف على الستروك بينت، مش وانا واقف على الفيل. خلاص لو انا دوست غلط على الفيل يبقى هيشيل اللون اللي موجود هنا. ارجع تاني للسلكت واكبر ده خالص كده، واخلي ده مع ال مثلا او مع ال والدي، اخليه الاين في النص بالظبط. خلاص يبقى هو كده وكده، رأسي وافقي رأسي وافقي. تمام. اول حاجه هنعملها، احنا عايزين نعمل نفس التأثير على الحرف ال ونفس التأثير على حرف ال دي. فاول حاجه ان الجزء بتاعنا ده لازم يبقى هو كمان اوبجكت، فانا اقول له اوبجكت تو ايه، اوبجكت تو باس، وبعدين ندوس كنترول دي بحيث نكرره ايه مرتين، مره مع ال ومره مع الدي. بعدين امسك حرف ال لوحده مش يبقى العلامه على الاثنين. لو انا وقفت كده خلي بالك لازم تبقى معلم على، دوس كده دبل كليك عشان يعلم على مين، على حرف ال لوحده. وبعدين ادوس على الجزء ده واقول له ايه باس ديفرنت، وبعدين امسك الجزء ده مع حرف الدي. بص خدت بالك هو بيعلم عليهم كلهم؟ لا، انا عايز حرف الدي لوحده. ايوه كده مظبوط. واقول له باس ديفرنت برضو. فكده ده شكل جديد خالص ومختلف تماما عن كل الاشكال اللي احنا كنا قابلناها قبل كده. وممكن استخدم الجزء اللي هنا ده واقول له باس بريك ابارت، فكده بقى ده جزء وده جزء. واجي هنا اقول له باس بريك ابارت، فبرضو ده بقى جزء وده بقى جزء. وامسك الجزء الاولاني والجزء الثاني واحركهم سنه كده مثلا، يبقى ايه في تأثير حاصل عليهم. او ممكن احرك ده كده زي ما انا عايز، يعني ممكن يكون الافضل ان هم كانوا شكلهم كده كان الطف او احسن. وممكن ان انا اروح معلم على الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت وداخل بيهم لجوه بحيث يبقى مفيش مسافة واضحة. بس خدت بالك هتلاقي ان ده مش قد ده بالظبط، فاحنا ممكن نعمل ايه، ممكن نشد كده بالراحة خالص بحيث يبقوا الاتنين قد بعض ايه بالظبط. ممكن كمان اخد الجزء ده كله زي ما هو كده، اقول له كنترول دي واشده هنا اهو. بص تعالى بقى نعمل تأثيرات مختلفة. يعني مثلا امسك الجزء ده واجي من السهم اللي هو هنا اقول له جريدينت. جريدينت دي بتعمل لونين، بيبقى تدريج الوان من الى. فلو دوست كده بيجيب لي علامة زي اللي انت شايفها دي، انا بدوس من فوق لحد تحت، وباجي هنا بدوس على النقطة الاولانية واختار اللون اللي انا عايزه يبقى هو عليه، مثلا اللون ده. واللون اللي تحت بختار نفس اللون تاني بحيث يبقى ايه من هنا لهنا مثلا. واجي هنا مثلا لا انا عايز ده لوحده. خد بالك هو ايه ده، هو عبارة عن الجزء ده كله بس في جزء من ورا مخفي بالنسبة لك. فلو انت عايز تشيله خالص مفيش مشكلة. يعني انت ممكن لو انا عملت كنترول دي وخدت ده على جنب، انا ممكن اجيب مثلا مستطيل كده زوم بس شوية واقرب ده كده، وبعد ما اقربه اقول له ده زائد ده باس ديفرنت، فكده بقى الشكل ده معايا خلاص. واقدر احط ده مكان ده. يلا بينا تعال نشيل ده خالص اهو، احنا مش محتاجينه في حاجة، ونجيب ده هنا كده. طب انا عايز ده يبقى نفس التناسق. اول حاجة لازم اتأكد ان ده مع ده ماشيين مع بعض كايه، اتجاه افقي، لا كاتجاه كفيرتيكال، يعني نفس المحاذاة بالظبط. وبعدين عايز ده وده يبقوا نفس الاتجاه الافقي اهو كده مظبوط، اتجاههم فعلا افقي مظبوط. بس في يعني ايه، في جاب كده موجودة ما بين ده وما بين ده. فاحنا ممكن ندوس على الاولاني وندوس على التاني ونقرب شوية وندخل بس سنة بسيطة كده، ايه بتهيألي كويس خالص. ممكن امسك الجزء ده واقول له برضو جارديانت كده من فوق لتحت. وممكن نعكس، يعني مثلا نخلي ده فوق ونخلي ده تحت، او العكس ممكن نخلي ده الاصفر من فوق والبرتقاني من تحت، زي ما انت شايف او زي ما انت عايز.
ممكن نيجي للجزء بتاع الدي، نخلي برضو نعمل له الجزء بتاع الجاردنز ده، ممكن نعمل لونين مختلفين لو احنا عايزين يعني. فانا مثلا هعمل كده اهو، الجزء الاولاني هخليه اللون ده، والجزء التاني هخليه اللون ده مثلا، فبقى شكله عامل كده. ممكن اجي على الجزء اللي تحت وبرضو اجيب جارديانت واعمل تأثير مختلف، مثلا هختار ده وهنا هختار ده، فبقى الشكل عامل كده مثلا. ده شكل موجود اهو، لوجو ديزاين، شكله لطيف وحلو جدا. ممكن اعمل كده، اعلم عليهم كلهم واقول له خليكم جروب واحد، بحيث اقدر اتعامل معاهم كوحدة واحركهم كوحدة. واجي ادوس على الجزء اللي تحت، وبعد ما اكون دايس على اللي فوق بشيفت، واعمل الفيرتيكال بحيث يبقوا ايه، في محاذاة ما بينهم وبين بعض، واعمل ده وده برضو، واعمل نفس فكرة المحاذاة بحيث يبقوا في تناسق ما بينهم وما بين بعضهم. ممكن كمان اخد الجزء ده كده خلاص كله، اعلم عليه كله، بس اهم حاجه خلي بالك كده هو ابتدى يعلم عليهم كلهم، لا انا مش عايز كده، انا عايز ان جروب، انا عايزك تفصل لي كل حاجه عن اللي جنبها. بالك انت بتعرفها منين؟ من الاسهم دي. شوف الاسهم دي ظاهره على ايه، هتقدر تحدد. دوس كنترول دي وهسحب كده، عندي هنا اللوجو ديزاين تاني. ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اعكس، يعني ممكن اخلي ده زي ده. فممكن مثلا اجي هنا امسك اللون ده واقول له انت خليك اصفر مثلا، واللي تحت خليك برتقاني، فيبقى يعني ايه الدنيا ماشيه كده. مثلا ده اصفر وده برتقاني مثلا. هو مشكله ان هو ايه، ماشي ممكن نخليه كده مثلا، ونخلي ده شبه الجزء اللي فوق، يعني نخليه مثلا كده ونخليه كده، فبقى شكله عامل كده مثلا، بحيث يبقى ده جزء وده جزء وده جزء وده جزء تاني. فادي برضو فكرة ممكن نعملها في اللوجو بتاعنا. ممكن اخد اللوجو اللي انا عامله ده واقول له كنترول دي واسحب كده، ازوم عليه شوية عشان ابدا اشوف ايه اللي بيحصل. ممكن نعمل حاجة تاني، ممكن نعمل، طب نعمل ايه مثلا؟ فاكرين التول دي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها؟ مثلا لو انا دوست كده، ولو انا عايز اعمل يعني اقطع جزء معين، حاجة معينة انا عايز اعملها خلاص، فممكن مثلا اجي اقف هنا اختار مثلا والله انا عايز اقطع الحتة دي، وبعد كده انزل تحت زي ما انت عايز، ده زي ما انت عايز خلاص. فاختار اي شكل انت عايزه براحتك خالص. انا بس بوريك مجرد مثال. فانا عايز بس ايه اعمل ان الشكل كده مختلف. كان ممكن نرسم نجمة، ممكن ترسم حاجة تانية لو انت عايز تعمل ده، بس ماشي كده بتهيالي افضل بكتير. بعد كده هدوس على السلكت، وبعدين هدوس على الشيب ده، هدوس كنترول دي، وبعدين هدوس على الجزء ده لوحده اللي هو ده الاولاني، وادوس كنترول دي على التاني، على الشيب الجديد اللي انا عملته، واقول له باس ديفرنت. خد بالك ايه اللي حصل، يعني اتمنى ان انت تبقى شايف تمام. ارجع تاني كنترول زد، وبعدين هقول كنترول دي للشيب الكبير، وبعدين اعلم على الجزء ده واعلم عليه ده واقول له باس ديفرنت، فكده علم برضو عليه. خد بالك ادي الشكل اهو، شايف بقت الدنيا عامله ازاي. فممكن اقول له خلاص كده كفايه، ديليت. كده بقى عندي الشكل ده. فالشكل اللي انا عملته ما خدمنيش قوي، ما ظهرش اللي انا كنت عايزه او اللي انا كنت منتظره. فممكن ارجع كنترول زد، ارجع واقول له لا انا مش عايز الشكل ده خلاص. طب انت عايز ايه؟ تعالى نجرب حاجه تاني. وانا وقفت هنا مثلا وهعمل التأثير على الجزء اللي من تحت بس، يعني ايه ادي الجزء ده بس، مش عايز اكتر من كده. ماشي كده يبقى الموضوع منطقي شويه. فهدوس كنترول دي وهعلم على الجزء الاولاني اللي هو ده، واقول له باس ديفرنت، هيقطع الحته دي، واقول له مع الجزء ده ومع الجزء ده باس ديفرنت، فهيبقى شكل ال والدي كده. ممكن اعمل ايه؟ ممكن الدي دي والجزء بتاع ال القديم اشيلهم خالص، واجي ادوس على الجزء الاولاني وادوس على الجزء الثاني واقول له كنترول
دي فيعمل دبليكيت، يعني يعمل لهم نسخة تانية، واقول له فليب فيرتيكال يعمل كده، وبعدين امسك كنترول واطلع لفوق، اطلع لفوق، فيبقى الشكل كده. ونفس التأثير اللي انا عملته هنا هو نفس التأثير اللي انا عملته هنا. يعني دي مجرد فكرة مش اكتر. انت طبعا على حسب الحاجة اللي انت بتعملها او الديزاين اللي انت بتقوم بيه بتبدأ تختار الحاجات دي. احنا عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 افكار من نفس الخط، يعني احنا ما غيرناش الخطوط خلاص. كل اللي غيرنا فيه الالوان بس، وما استخدمناش كل الالوان اللي ممكن نستخدمها، وما عملناش كل الادوات اللي ممكن نجربها ونشتغل عليها. بمعنى ان انا مثلا لو واقف على حرف ال، طبعا ده عشان تكست بيتعامل معاها تكست، لو انا واقف هنا على ال والدي وجيت على فايل اند ستروك وشفت لو انا مثلا اخترت لينير جرادينت، بص هيعمل ايه؟ هيبقى من الاسود رايح للرصاصي. ممكن من دي انا اختار الشكل اللي انا عايز يروح له، وممكن يبقى راديال جرادينت كده، وممكن يبقى كده الشكل يبقى كده، وابدا اختار من هنا. اشوف كده انا عندي اختيارات كتيره جدا ابدا اختار من خلالهم الشكل. بص انا بعمل ايه. دي الاداه اللي هي هنا خلاص، اللي هي مش جريدينت، اللي هي برضو موجوده هنا. يعني انا اقدر من هنا اقدر العب بشكل رهيب جدا في الشكل والاجزاء بتاعته زي ما انا عايز، واغير فيها بالطريقه المناسبه ليا. يعني زي ما انا عايز اغير، انا ممكن اقعد اغير كده، وبقت ال والدي شكلهم عامل كده مثلا خلاص، من تأثيرات بسيطة جدا. كل ده زي ما بقول لك احنا ما غيرناش حاجة، احنا يا دوب بس غيرنا في الاشكال الاساسية، ما لعبناش في الخطوط، ما لعبناش في اي حاجة ممكن يعني تقلب لنا الدنيا بمعنى صح يعني. فده مهم جدا. كل حاجة ليها السهم بتاعها، ممكن انت تقدر تتعامل معاها وتتحكم فيها تحكم كامل، بحيث تبقى الشكل اللي انت بتسعى ليه او الشكل اللي انت بتدور عليه. فانت مثلا هنا خليت ال والدي كده، ممكن تجيب اللوجو ديزاين وتخلي مثلا ده باص اوبجكت وباص، تمسك حرف ال لوحده وتحطه كده وتدوس عليه ضغطة تاني، فتخليه لف كده لفة بسيطة، وتروح جايب بعد كده الاو وتروح حاططها خلاص، برضو تخليها تلف لفة بسيطة. بعد كده تجيب حرف الجي مثلا وتروح دايس عليها ضغطة تخليه يلف. الاو نفس الكلام خلاص، وتروح دايس عليها كده فبقى لوجو. ممكن تعمل نفس الكلام ديزاين على الجزء اللي من تحت، وعشان تضمن ان المسافات اللي هنا متساوية فانت تدوس على الاولاني والتاني والتالت والرابع، وتيجي على الالاين تعمل الايه، انه انا عايز المسافات اللي ما بينهم تبقى متساويه. لو دوست كده فانت كده ضامن ان المسافه اللي ما بين هنا وهنا هي دي، بس عشان في حروف يعني اكبر من حروف، لكن المسافات في الغالب بتبقى قريبه لبعض. ممكن نكمل ناخد حرف الدي خلاص كده، ناخد حرف الاي، بس حرف الاي هنخليه اللي يبدأ بقى يلف العكس. حرف الاس تمام، ادي حرف الاس كده، وادي حرف الاي. طبعا اهم حاجة ايه؟ الصبر والتركيز في الحاجات اللي انت بتعملها، ان الدنيا تبقى شبه متناسقة بالنسبة لك. طيب دلوقتي احنا وصلنا للمرحلة دي، عايزين بس يحصل شوية تناسب وتناسق للحاجات اللي احنا عملناها. يعني مثلا الجزء ده احنا بعد ما عملنا كده وظبطنا الدنيا هنا، ما خدناش كلمة سلوجان دي وحطيناها مثلا في المكان ده، مثلا تبقى هنا او تبقى في اي مكان مش مشكلة يعني. دلوقتي احنا عايزين بقى نحول كل جزء لجروب مع بعض. يعني مثلا الجزء ده كده نقول له خليك جروب، والجزء ده خليك جروب، والجزء ده، وهكذا مع كل الاشكال. طب انا ليه بعمل كده؟ عشان اقدر اعمل لهم بعد كده الاين او اعمل لهم المحاذاة، بحيث تبقى الدنيا منتظمة، يعني تبقى الدنيا مظبوطة، بحيث يكون كل الاجزاء اللي انا شغال عليها مظبوطة. طيب ممكن نيجي بقى دلوقتي نقول كده ده
ممكن ده نشده مثلا كده شوية وده نشده كده شوية، ونقول التلاتة دول اعمل لهم الالاين اللي هنا اهو، وخليهم هما نفس المستوى الايه الافقي كده. وممكن نيجي نقول ده وده وده خليهم نفس الرأسي، وده 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 الرأسي، وده 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 الرأسي. طبعا مش بيبقوا بالظبط يعني، لأنه في حاجات زي ما انت شايف اهو أكبر من حاجات، بس ايه إلى حد ما كده أفضل بكتير جدا جدا جدا. ممكن تيجي بعد كده تروح عامل إطار كده كبير ليهم كلهم، وبعد كده تدوس على سيلكت، وبعد كده تنزله تحت خالص، وتخلي الإطار ده مثلا يبقى تجيب فايل اند ستروك. ممكن نشيل اللون بتاعه خالص ونعمل له ستروك مثلا كده، نخلي الاشكال كلها من جوه، ونقدر نتحكم في ده، ندوس كنترول شيفت بحيث يبقى ايه واخد الاشكال كلها معاه، يبقى بالمنظر كده. ممكن كمان نعلم عليهم كلهم ونخليهم جروب واحد، ونقول ان الجزء ده مع الاطار الخارجي الالاين اعمل المحاذاة الرأسية والأفقية، فكده تبقى الدنيا ايه مظبوطة وشكلها لطيف بالنسبة للموضوع ده. ممكن كمان نخلي ده اللون بتاعه أبيض، فكده هو لونه أبيض بس ايه الأبيض من تحت، فبالنسبة لي مش ظاهر. أنا ممكن أخليه أخضر. ممكن أشوفه بقى ايه الأفكار اللي أنا عاملها دي متناسقة مع الألوان ولا مش متناسقة، ايه الألوان اللي ماشية معاها وايه الألوان اللي مش ماشية معاها. خلاص خليه ابيض. وبعدين في الفيديو اللي جاي ان شاء الله نشوف ازاي بقى نحفظ الكلام ده وازاي نستخدمه. بعد ما وصلنا للمرحلة دي سواء انت عملت دول او عملت اشكال تانية زي ما انت عايز ان شاء الله، يعني اتمنى ان انتوا تبعتوا لي الحاجات اللي انتوا عاملينها على الكومنتات في الصفحة ونتناقش فيها. ممكن تيجي من فايل وبعدين تقول له سيف از، خلاص، وتسيف الفايل بتاعك ده، مثلا تقول لوجو ديزاين مثلا دوت اس في جي. خلاص كده اتحفظ الملف ده. تقدر من الملف ده في اي وقت open with inkscape وتفتحه وتشتغل بيه، او فايل نيو، وبعدين اول ما يفتح لك النيو فايل تيجي في المكان اللي انت حاطط فيه الحاجه بتاعتك اللي هو الفايل اهو لوجو ديزاين، تروح تشده كده وتروح تحطه في الجديد بس، ولا اي حاجه، كانك بتتعامل مع صوره عاديه جدا وكده اتضاف بالنسبه لك. انا مش عايز ده دلوقتي، انا عايز ده. انا ده ممكن ده احفظه كصوره الاول، فممكن اعلم على الجزء كله واقول له اكسبورت مع السلكشن اللي انا عامله، احفظه لي على مثلا الديسكتوب، خليه هنا اسمه ده بي ان جي، خليه هنا لوجو ديزاين. خلاص كده الصورة اتحفظت. انا كده سيفت المكان. لازم ندوس على كلمة اكسبورت عشان ايه يبقى الصورة موجودة. ادي الصورة اهي موجودة، ممكن تفتحها بأي برنامج انت بتشتغل بيه. يعني ادي الصورة بتاعتنا، وادي كل الاشكال من اللوجو ديزاين اللي احنا عملناها بشكل من التفصيل. كمان ممكن تعمل حركة تانية، انك الجزء ده احنا مش عايزينه يبقى كبير قوي. لما تيجي تبعت الصورة مثلا لحد او بيبص على اللوجو بيطمن بيتأكد ان الدنيا تمام، فانت ممكن تجيب بيكسل وتخلي دي مثلا 800 وتخلي دي 800 كده، بقى الجزء ده كده اهو صغير خالص، وتروح ماسك الجزء ده، والجزء ده خلاص بقى واحدة واحدة. تدوس على كنترول وشيفت. لو مدوسش على كنترول وشيفت هتحصل لك مشاكل كتيرة، يعني لو عملت كده بص تحس ان الدنيا ايه باظت. لكن لو دوست كنترول وشيفت مع بعض اهو بيبقى في تناسب كده، وهو بيضغط الحاجات برضو هتعمل نفس القصة بتاعت الالاين عشان تبقى الدنيا مظبوطة. وادي كده ايه ممكن تعمل الاكسبورت بنفس الشكل وبنفس الطريقة. لو عايز تعمل لجزء واحد بس، يعني للوجو واحد بس، مفيش مشكلة برضو. الجزء اللي انت خدته هنا ده مثلا هتيجي على الجزء ده وتقول له ان جروب. انت عايز الجزء اللي تحت، هتاخد الجزء اللي تحت كنترول وشيفت مع بعض وتكبر
خلاص ادي كده الشكل بتاعه. برضو هتيجي تعلم عليهم هما الاتنين وتخليه في النص بالظبط، يبقى كده اللوجو ديزاين بتاعك موجود، وتقدر تبعته او تقدر تعمل كده وتشيل، تدوس على شيفت وتدوس على علامة الاكس، فكده شالك البرواز اللي من بره. وممكن تدوس على علامة الاكس بدون شيفت، فكده شالك اللون الابيض اللي موجود، وكده بقت صورة يقدر يحطها هو بقى على باوربوينت، على حاجة هو عايز يطبع عليها، على اي حاجة هو عايز يستخدمها.